غادي يجي مزيان الميكرو محمد بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكركم على الاستضافه ونشكر الدوله المغربيه وفريق قناه البركان الظروف اللي وفروها لنا. الحمد لله حسينا روحنا رانا في بلادنا، بارك الله فيها. بالنسبه للمقابله، المقابله تكون امام خصم يكون على بالنا شامبيون وين تبعنا اللي ماتش تاعهم عندهم ايكيب مليحه، ولكن حنا ثاني رانا جايين بنيه نديروا نتيجه وتكون اجواء اخويه. ان شاء الله عندنا مقابله العوده قبل الاولى هذه ان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه وتساعدنا نواصلوها ان شاء الله. تلعبوا ضد فريق كيلعب مباراه اكثر من 50 مباراه بدون خساره في هذه المنافسه، واش ما كيشكلش ضغط اكبر عليكم؟ بيان سير حنا على بالنا بلي، ولكن المقابلات يتبدلوا. على بالنا البركان راهم ملاح وين عندهم بزاف اكسبيريونس في هذه المنافسه في الشامبيون تاعهم باش تدي شامبيون عالي في الدوري المغربي والدوميني صافي ديرك مليح. لكن حنا ثاني هذه المقابله رانا موجودين لها، وهذا كما نقولوا وصلنا لهذا الدور النصف النهائي اللي يكون مليح يكون مركز وما يديرش اخطاء كثيره هو اللي يتحصل الفوز. ان شاء الله حنا التاهل يكون من نصيبنا ان شاء الله. شكرا ميرسي شكرا. فرحوا بنا خاوتنا المغاربه وسهلوا لنا بعد دخلنا هنا ونشكرهم. ان شاء الله المباراه هذه رانا جينا بكل عزيمه وقوه ان شاء الله باه نديروا نتيجه ايجابيه في مرحله الذهاب اللي تخلينا ان شاء الله نلعبوا باريحيه مرحله التعاود. خصم قوي اللي غتلعبوا معاه اللي هو نهضة بركان، كيفاش حضرتوا للمباراه؟ نهار بركان فريق قوي كما قلت، ادى البطوله تاع المغرب هنا باه تدي البطوله في البطوله المغربيه تكون انت البطل تاعها. عارف بلي كفريق قوي حنا درسناه مليح وان شاء الله البطوله الافريقيه تختلف على البطولات تاع المغرب. ان شاء الله رانا واعيين بالمسؤوليه ان شاء الله ونديروا مباراه جميله واخويه ان شاء الله. شكرا. وعزيمه ان شاء الله باه نفوزوا ونديروا نتيجه ايجابيه اللي تخلينا ان شاء الله نلعبوا مباراه العوده باريحيه ان شاء الله. شعوركم انتم كتلعبوا لاول مره نصف نهائي ضد واحد من ابطال هذه المسابقه؟ فريقنا بركان فريق كبير كما حنا درسناه مليح وعلى بالنا باللي فريق قوي ما يخفالكش دا البطوله المغربيه والبطوله الافريقيه تختلف. احنا ان شاء الله داخلين بعزيمه، اول مره نلعبوا نصف نهائي، مادام ان شاء الله وصلنا على نصف النهائي رانا ان شاء الله مركزين بقوه على هذه البطوله ان شاء الله.